بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. وقد درس 26 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. ذي الدرس قيث مثلا الأبيات المقصودة في هذا النظم، في هذا المتن، من البيت 160 إلى غاية البيت 165 من هذا المتن. قبل شرح هذه الأبيات لابد من تقديم خلفية معرفية فقهية عن الموضوع المتعلق بصلاة الجمعة. يساقي ميرد ربي هذا المسلاي موضوع في صلاة الجمعة باش نفهم الأبيات. يديبوي ابن عاشر يلها أنسعو ثموسني أنظروا كل الأحكام اللي يشدنا الجمعة باش مرد نشرح الأبيات هذه لي يسهل. أنزور كان مدينة صلاة الجمعة إما بضم الميم نغبي سكونها، مثلا الجمعة صح جمعة بالضمة نتاع الميم، غادي نظل الجمعة بتسكين الميم ثقت صحة ثقت صحة ذي تعرف صحة انت سناث أي غير السمانة كي خاطر فيها يجتمع الناس. صلاة الجمعة تسند الغشي بجماعات سواطاس احترا فظلي ثقيل اللي هي فرض كما سيأتي البيان. الحكم ينس أولا حكم صلاة الجمعة فرض، ولكن على ذكور الأمة، ماشي في الإناث، ماشي في ثلاوين في رجازن ذا الفرض، ولكن في ثلاوين مندوبة لا يصدق عليها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا تمنع إماء الله مساجد الله. ثلاوين ما لو سنت حضرت الجمعة سنت صحيحة، وكذلك الصبي حتى الذي لم يبلغ جمعة صحيحة، ولكن ماشي على سبيل الوجوب، ماشي ذا الفرض خاطئ، إنما يرجزن ذي الفرض في حقهم. والآية معروفة ديسندي سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. سبحان الله، هذا جاء ربي سبحانه وذروا البيع، ودينارا وذروا الشراء، خاطر يونا يزنزن ويضيوغ ذي السوق ويوغ ويزنز، ولكن ذا ربي سبحانه دينارا وذروا الشراء إن وذروا البيع، خاطر ذي ثيثت وين كاين يزنزن ذنسيد يقفض داذرين يزنز يفرح، ولاش وك الزنزن ذي السوق ذي الحانوت هذه يفرح ما دياس ما راه يزنز لا وين راه يغن ماشي دايما يفرح، صح لا ماشي صح؟ الزمر يروح دياغ بالسيف سمرة، فهمتوا المقصود؟ يوني الزنز. عموما نهضر العبرة بالغالب، ولكن الزنزن ذونيك فرحا على طول. نعم، ولكن يغن في حاجة لا يوني يخدم الخضرة يبوس يدير السوق، مارس الزين اللي كليون كنيه يفرح، يزنوزو يقبض يفرح. ولسان تاع حانوت يزنوزو ياكل يزنوزو اثاث بخام الكتروميناجي واش يزنوزو مراد يسيون ذي فلاس يفرح، ما يزنزو لا بياس ديتاشي كيف
ذاين ما يهضروا سيد التجار ما قال ستوك مور ديجا ميم ديال الزكاة إلا هو لا طاس السلعة تقيم ولا شوية صياغا صافي وكذا يزنزن عموما وقال لك فرحان ماشي المعنى سوني ونوري فرح راه ولكن يغنى اللي حاجة أليس كذلك ولا عبارة لذلك ربي سبحانه وذروا البيع لحظة ممتعة جدا لحظة البيع وقبض المال وقبض الثمن هنا شكل ذينا صلي النداء ما كسلمي الآية دي سورة الجمعة إند وذروا البيع الآية موجودة وكذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة يعني لنت الأحاديث في هذا الباب وكذلك حديث أنس وغيرهما من الأحاديث المهم حكم صلاة الجمعة فرض ندد في الخلفية المعرفية باش ما نغل المتن سي البيت 160 إلى غاية البيت 165 لأن المتن مختصر معتصر كونسونطري مليح نفهم السهالة مادام ساعات مسنيك ثانيا وقت أداء صلاة الجمعة الوقت نصلي الجمعة هي وقت الظهر يعني ملي يشم الزوال وقت انحراف الشمس عن كبد السماء يستمر إلى غاية إدراك ركعة قبل المغرب لأن الظهر والعصر يجمعهما وقت واحد اللي اسمهما الظهران وقد شرحنا هذا فيما سبق كما قلنا نقولوا عن المغرب والعشاء نقولوا العشاءان المغرب والعشاء يشركيثن الوقت زر من ذي القصر يون ما إلا يطفيث الحال ذا مسافر يشم الوقت الطهور هذه الزال طهور ركعتين وذير العصر ركعتين ما يبغى انت يجمع بالتقديم جمع تقديم قصرا يزدوك الطهور العصر يقدم العصر الظهر اول وقت الظهر وذي يصلي ركعتين دغا ما كاين زعما هذه وخر يعني تظل في الطهور الى اخر وقت العصر الى اخر الوقت الاختياري ماذا بك في الوقت الاختياري لانه تاجيل الصلاه الوقت الضروري لا يجوز الا ل10 اسباب سياتي بيانها في الوقت المناسب ماشي بعد نقرا الوقت الضروري معناه الانسان ياجل ما يسعى ظروف معينه انت نشرح من بعد ان شاء الله 10 سبات ولكن تاخير الصلاه الى الوقت الضروري لا يجوز الا لاسباب كما قلت 10 اسباب سياتي بيانها في الوقت المناسب وحتى المصنف ابن عاشر رحمه الله أشار من وقت الجمعة ما لا يلحق ركعة واحدة من بعد كاملة من بعد يدن المغرب فقد أدرك وقت صلاة الجمعة يغرني غاوند تفاصيل مهمة ونزميرة نتنفهم ما نغلغ الأبيات لما إذا كان نسعوا المخلفية المعرفية نسعوا المعلومات الفقهية باش ما نغال المتن يسهل خاطر ثورة مثلا ما يليون يسعى العذر يوخر تظل ثيس العصر مثلا ألما ذي الوقت الضروري يزول ركعة واحدة والركعة بسجدتيها بركوع وسجدتين ذا قاعدين ركعة يكشم ديون يزول العصر الساعة 4 ركعات يزول يثنى الركعة ثم كمال كاملة يخدم الركوع يخدم السجدتين من بعد يدن المغرب صافي يوث يزول قبل ذي يدن المغرب 3 ننتهو العصر يزول ثنت يشمد المغرب هل الصلاة هي أداء أم قضاء برحمة الله هي أداء وليست قضاء لأن الصلاة تؤدى إما في وقت الفضيلة وهو أفضل الأوقات أول الوقت اسمه وقت الفضيلة في الوقت الاختياري
ونشرح دواء سيعود البيان من بعد تفصيل. في الوقت الضروري وقد قلنا ونزميرات نوجه الوقت الضروري سوى ملنت يوث سي 10 من السبات، ولكن ما إلا ثلاث السبة سي السباتاكي التي أشرنا إليها ربي سبحانه الرحمن ينسي وسعا ولا ما يزول يوثن الركعة أدرك الركعة كاملة قبل المغرب، قبل أذان المغرب ثنكمال ثلاثة النظام بعد المغرب يتسمى يلحق تظليث ذي الوقت ويصدق في الله ولا ربي سبحانه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لذلك المصنف ابن عاشر في تقريبا في البيت 164 أشار إلى هذا المعنى، سيأتي البيان ذي الأبيات كما نضرغرس إن شاء الله. إذن وقت أداء صلاة الجمعة ذي الوقت انطهر أما كإسلام. من بعد ثالثا نهضر شوية شروط وجوب صلاة الجمعة. اللانت شروط في كذاكي باش تجب صلاة الجمعة. الشرط الأول ذكورية، ذكورة الذكورة إلا قد ذكر ما كدلنا واجبة فرض على ذكور الأمة لا على النساء. على النساء في حقهن الندب تمطوث مزول الجمعة تسعى على جر تزاريتي الصحة ذغم الصبي كيف ولكن البالغ المكلف الذي تجري عليه أحكام الإسلام ذكر، فهذا هو الشرط الوجوب أمزور الذكورة. والسن البلوغ إلى قليل يبلغ يعني يوصل سن التكليف، خاطر رفع القلم عن 3 ما كان زرام، منهم النائم منهم كذلك الصغير وكذلك المجنون. في 3 الحرية، مدين الحرية مثلا يقول لنا محبوس مسجون محبوس وراني خمدي السولة لا بذا محبوس ويجي في صلاة الجمعة هذه ظل الظهر ولكن صلاة الجمعة خاطئ. في 4 السلامة من الأعذار الشرعية في كذاكي ذكرها المصنف بطريقة النظم. قلت لكم نشرح هذه الخلفية باش نج يعني الأبيات ما تقدر نشرحها نفهم سليسر سهالة. ذاكي مثلا ما يلايون ذا موضين غاس درقاز يهلك وري الزميرة فتسقط عنه الجمعة. ماذا مسافر، شوف رحمة ربي لا مسافر ماشي الواجب في الناس وريد زال صلاة الجمعة يبغى هذه الزال هذه الزال يلحق عنده يبض يفعل الجمعة ذي الشمال الجامعة ذي الزال، ولكن ما يبغى وريد زال ماشي واجبة في الناس خاطر راه في حالة سفر ذا مسافر. صافي الأعذار التي ستشرح أنت نشرح من خلال الأبيات مثلا تدي نهضر إن شاء الله. ويس 5 الإقامة تسقط الصلاة كما قلنا عن المسافر مفهوم إلى قذيلي مقيم. ويس الإقامة في بلدة في مكان تقام فيها الجمعة، في مكان تقام فيه الجمعة خاطر ما يلون مقيم ولكن يسعنا الجامعة الغدا كيرت الشيوين الجدود النغ ثمسة تيجي تسكن سازال مليح لان ثذرين ونسعر الجامع أتفض نثني جارسن أذن جماعا باش أذفنون الجامع ما إلى الجامع نيفعذ ذينا ضحكاني مزورة أتفض ذي الحنا لما 10 12 كيلومتر باش أتظل صلاة الجمعة والسينرى الجامع يثدر تنسن. صافي الإقامة ما يلون مقيم في بلد ورسالة الجامع تقام فيه الجمعة فتسقط عنه الجمعة، ولكن دقي هذا شرط. و7 أن يكون الإمام مقيما ولو كان غير مستوطن، بمعنى نتسى الإمام إلى قد يلي مقيم في حد ذاته
تقدر فيه تفاصيل سيأتي بيانها بالك في الدرس القادم مادام الوقت يلحق. في 8 إلى قادرين الخطبتان يعني طبعا ذي صلاة الجمعة ذي زوار الشيخ ذي الخطبتين من بعد صلاة الجمعة ركعتان. ما إلا ذي صلاة العيد ما كتزرم وفي صلاة العيدين العكس النزل من بعد تختم بخطبتين. ذي صلاة الجمعة إلى قال الخطبتان يكونوا يعني مسبوقتين بخطبتين. والخطبتان كذا ساعات الشرط مزورو القيام معنى الإمام ديال الخطبتين سيفدي إلا لعجز لمرض لإعاقة أو لزميرارة موري زميرارة تصح الخطبتان بجلوس الإمام بغير قيام ما دام عنده عذر. إذن صافي الخطبتان شروط الخطبتين إلى قادرين سيفدي وكاين في المرسل نخدم الدرس ماشي سيفدي استغيميت ولكن الإمام من كيف الدرس أذي يروح المنبر أذي يفد أدي غير الخطبتين سيفدي القيام. شرط ويسين الخطبتين إلى تشتمل هاتين الخطبتان على وعظ وإرشاد يعني يذكر الناس بالله عز وجل ويأمرهم بتقوى الله ويأمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلى آخره. وطبعا فيه تفاصيل ماذا بك الإمام بس الجهر يعني يتفاعل مع مضامين الخطبة كي يرفع صوته ومن ذلك على وجه الاستحباب ذي في الصوت إلى آخره. وكذلك الخطبتان إلى قذيلين بالجهر شي بالسر. وكذلك أن تتصل الخطبتان بالصلاة ولكن يجوز الفصل بينهما بوقت يسير يعني الشيخ نكفى الخطبتين من بعد يروح للصلاة ولا قارد يخدم الوقت طاس الوقت الانترفال ما يصح سنة ولا يقول قارد يلي غزيف ما إلا والزيل يجوز مما ذكره العلماء كمثل الإمام يعني بروح يجدد الوضوء مثلا يعني أمر مقبول عادي. بعد فيه تفاصيل هل ترى ممكن الإمام هذه خطبتين ويضي الزال لانت التفاصيل تقدر نهضرك في السنة بعد يعني الدرس يدير ولكن حواج الخلفية المعرفية. وماذا بك ذا الخطبتان ذي تستعرف باللغة العربية وثقي أمر ذي السادة المالكية ثني حرز ربي كذي درنا ذي رحم ربي وكذي موثن نندي لقى ذي الخطبتان استعرف ما تشيست انجليزيت ما تشيست قبايليت ما تشيست فرنسيس باش مثلا هذه السنن تعرف ولو كانوا عجما كل يوم دا شو سمسليتيس مي مادام ذين سلمن إلا قد فهم القرآن والسنة ذي الفرصة غادي تسلين الخطبتين ما سلنا كني دائما هذه السن تعرف بدليل نسعى مغارن تمغارين ورشيمنا لاكل مدرسة سنن تعرف أدي يهضر الشخص الفصحى وثي فهم غاسول يستخدم اللغة الرسالة صاحب الرسالة الشافعي غادي يستخدم لغة الآمدين لغة الشاطبين لغة لا في اللغة هي تعرف بسيطة تيفهم خاطر يولف السلاسي تعرف يسن تعرف صافي يسولف هذا قلنا أن تكون الخطبتان باللغة العربية والدرس لا حرج أن يكون باللغة الدارجة التي يفهمها الناس أو باللغة الأمازيغية أو بأية لغة يفهمها الناس كل يوم ندايلا هذه يهضر اللغة يصحتي. طبعا أجاز العلماء إذا كان ذلك كان يقال الخطبة ممكن استخدام بعض الكلمات لتبليغ بعض المعاني ما في حرج
ولكن مادام الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والنيات والعوائد كما قرر ابن القيم تلميذ ابن تيمية في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الثالث في الصفحة الثالثة، يقول هذا الكلام. إذن سادة الأفاضل، كل واحد على مستوى الأمة المسلمة كل واحد عنده يعني ظروفه، فتتغير الفتوى بتغير هذه الظروف أو بالمعايير التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. ثورة ثايض الشرط وايض أم كثير إلى قتيلي أن تلقى في المسجد، يعني الخطبتان داخل المسجد أو ذي الحارة يعني كمتصلة بالمسجد إلى آخره. ثورة نغال شروط صحة صلاة الجمعة. الشرط الأول أداؤها في وقتها، إلى قتيل الأداء ينس ديال الوقت ينس هذا زميرة يولي يزال صلاة الجمعة وقس السبت زميرة بعد المغرب عشان الجمعة نوزول راسنا داين كفا داين هذا الوقت يستاين. شرط يسين إقامتها في بلدة، ذي بلدة عندها وناسها، يعني الناس اللي مقيمون إقامة دائمة هكا. الشرط الثالثة أن تقدم في مسجد جامع، خاطر يزمر يثدر تديرين لي سال دو بريير يعني قاعات الصلاة عادي يزمر من كل باطمة تسعو دواسة كتسعو اسم سال دو بريير الزان ديال الغاشي وقاذون الزميرة راه وقاذ كذا صان جماعة الله يبارك. ولكن صلاة الجمعة لا، صلاة الجمعة تكون في مسجد جامع. ذيك التفاصيل الفقهية أيضا للسادة المالكية وغيرهم في هذا الموضوع، تفاصيل ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم. زيد ويس 4 لازم يكون إمام يؤم الناس. إما الغاشي لان ولاش الإمام خلاص لا تصح الصلاة بغير إمام، لازم صلاة الجمعة تكون بالإمام. الشرط أنقارو لازم حضور عدد معين، ذي المذهب المالكي لقادرين 12 بلا الإمام، 12 بلا الإمام. والله لي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.